ضربة البداية كانت مع فريق الأهلي بطرابلس. يخطف التمرير، تمرر كمارا، يمرر الكرة بشكل جميل داخل منطقة الجزاء، خروج ظافر ويستحوذ على الكرة بكل هدوء. الحركة إلى منير مبروك من جديد، ياخذ مكان، يلعب داخل منطقة الجزاء، فرصة وخروج لولوس أوغستين أمام أسامة الفزاني. أصناني يرسل كرة على الأرض والمدافع يبعدها، تعود إلى أصناني من جديد، يلعب الكرة داخل مناطق الجزاء، يخرج ظافر الميدان، الهدف الأول لفريق الاتحاد. الهدف الأول لفريق الاتحاد عن طريق وليد عثمان. وليد عثمان في الدقيقة 11. عثمان الآن يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة قائمة، فرصة جميلة ورائعة. تأخر مباشر صالح فريق الأهلي، تلعب من أحمد سعد داخل منطقة الجزاء ولويس أوغستين، والكرة خاطئة. الكرة ضربة حرة مباشرة صالح فريق الأهلي. أوليفيرا يرسل كرة طويلة بشكل جميل، جميلة من أوليفيرا وجميلة من لويس أوغستين، طويلة ناحية منصور عجال، فرصة لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، يلعب داخل منطقة الجزاء، فرصة جميلة هذه الكرة من منطقة منتصف الملعب، ولم يعطيه الفرصة ولم يعطيه المساحات، وبالتالي كانت جميع هذه تسديدة حلوة جميلة جميلة. الهدف الثاني للحسين كمارا، الهدف الثاني اثر تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء. أسامة يمرر إلى الحرك، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة عجالة إلى السليني، تسديدة قوية وجميلة ورائعة، حلوة هذه التسديدة، جميلة هذه التسديدة. يفتح اللعب بشكل جميل ناحية ناصر صليل، ولكن تعود ناصر صليل من جديد، فرصة تسديدة ولكن الكرة بعيدة. تلعب الكرة طويلة ناحية الحسين كمارا، يلمسها براسه داخل منطقة الجزاء، فرصة تسديدة ولكنها بعيدة عن المرمى. التريكي يسدد تسديدة ولكن أوغستين يستحوذ عليها بكل هدوء. يجد أحمد سعد، يلعب الكرة ساقطة خلف المدافعين ويخرج أوغستين، وكذلك محمد الشوشان. وفي هذه الآونة مشاهدي الأفاضل